اجتمعنا اليوم كأصدقاء، ضحكنا، تكلمنا، تذكرنا الأيام اللي كانت تجمعنا في مكان واحد. تدري شو الغريب؟ الغريب إن إحنا لما كنا عايشين في نفس البلد وقراب من بعض 5 دقايق تبعد كل واحد عن الثاني 10 دقايق بالكثير، كنا نلتقي أقل ونتكلم أقل، ويمكن حتى ما نفهم بعض مثل ما نفهم بعض اليوم. لكن اليوم لما بعدنا، صرت أنا بديرة وهو بديرة، صار كل واحد في بلد، في هم، في حياة مختلفة، صرنا نلتقي أكثر ونسمع بعض بصدق أكثر. صار كلامنا شوي أعمق، وأظن كلامنا أصبح مريح أكثر. بس سؤال شلون؟ شو اللي تغير؟ في علم النفس كنت أبحث اليوم، لقيت ما يسمى بالعمق الوجداني الناتج عن المسافة الآمنة. يعني أبيك تتخيل أنت الآن كل ما قربت من إنسان، كل ما شفته وايد، كل ما كثر الدوس، صارت المسافة اللي تبعدك عنه مسافة جدا 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 قريبة. الاحتكاك يولد شنو؟ يولد نرفزة، توتر، انك انت تشوفه وايد، تقعد معه وايد، تسولف معه وايد. كثرة السوالف تكثر الغلطات مثل ما تكثر الأشياء الحلوة. لكن لما تكون بعيد ما راح تحس بحاجة انك انت تدافع او تثبت، او ما تحس بحاجة لأن هناك منافسة يومية او تحدي يومي. شنو السالفة؟ شنو الشيء اللي بقوله؟ شلون الحين بلتقي؟ شلون الحين يبي يقول؟ شلون بسمعه؟ شنو بقول؟ شنو الكلمة؟ شنو لازم اسوي؟ يعني وكأن البعد يعطيك مساحة تشوف الناس من منظور اوسع، من منظور كبير. يعني تقدر وجودهم بدون ان ترهقك هذه التفاصيل. في تفاصيل موجودة وايدة بالشخص الآخر أنت مو مسؤول عنها. أنت اليوم جاي بعد فترة وبعد مسافة كبيرة، جاي عشان تركز على الأشياء الأولية الجوهرية الأساسية، ما راح يهمك الأشياء السطحية. المسافة هني كشفت الجوهر. البعد أشبه ما يكون بأنه هو الهواء الذي صف الغبار اللي كان مغطي على الصورة اللي أنت ما كنت شايفها. يعني شوف، كنا نلتقي زمان، نلتقي وايد، بس كنا مشغولين بأنفسنا. اليوم لما نلتقي لا، كل واحد مشتاق انه يسمع الآخر، مشتاق انه يعرف أخبار الآخر. الآخر عنده الشيء الكبير والكثير اللي قدمه ويقوله. صارت له تجارب، صارت له أشياء، صارت له حوادث، متغيرات، فصار يقدر يتكلم ويشارك الآخر بأشياء كثيرة. يعني كأن القلوب صارت تعرف بعضها أكثر بعد ما ارتاحت من اللوية اللي كانت موجودة قبل. هني سر. أحيانا ترى القرب المفرط يولد ملل. أنت تسمع نفس السالفة كل يوم، أنت ما عندك شيء جديد تضيفه. إذا يوميا أنت تشوف الشخص، نفس لما كنا ربع بالمدرسة، يوميا نشوف بعض. أحيانا حتى لما نبي نطلع مع نفس الشخص، تقل سوالفنا، تقل ضحكاتنا، تقل الأشياء اللي نمارسها مع بعض. لكن الغياب المعتدل لا، يولد شوق. أول ما يولد مشاعر اشتياق. أبي أسمع فلان اللي صار لي فترة غايب عني، أبي أعرفه، أبي أشوفه، أبي أطمن عليه، أبي أكلمه، أبي أنا أيضا أبادله الحديث، أبادله تجاربي، صار عندي شيء أبي أشاركه إياه. بس تعال خلينا نتكلم عن الصداقة الحين. الصداقة نفسها شنو معناها؟ فعلا شنو معنى الصداقة؟ الصداقة هي تقارب، ولا هي انسجام، ولا هي تجاذب؟ يعني هل أنا كل ما كنت قريب منك كنت صديقك، ولا إذا انسجمت مع أفكارك واتفقنا صرت صديقك، ولا إذا انجذبت أنا إلى أفكارك صرت صديقك؟ أنا أظن يمكن تكون كل هذا، أو يمكن تكون واحدة، أو يمكن مو بالضرورة كلهم مع بعض. أنا أشوف الصداقة الحقيقية هي حالة من الصدق. حالة من الصدق مو محددة بعدد معين من المكالمات أو صور أو طلعات أو سفرات أو لقاءات، لا، هي شعور، حالة شعورية تحس أنك أنت مفهوم من هذا الشخص، مفهوم حتى في صمتك. يعني إذا في أحد بعيد أو قريب يحس فيك من نبرة صوتك، يحس فيك حتى من طريقة سكوتك. إذا أنت صمت يعرف أنت فيك شيء، يسألك، يتحرى، عسى ما شر، فيك شيء، تحتاج شيء، يسأل عنك، يعرف حتى من حالتك النفسية إذا أنت تبي شيء أو نيتك شيء معين أو أنت تقصد شيء معين. يعرفك مو لأنك أنت تحكي وايد، لا، لأنه يعرف أنت منو. أكو دراسة من جامعة هارفارد مشهورة جدا كانت تتكلم عن السعادة، استمرت سنوات، 75 سنة. سألوا آلاف من الناس شنو أكثر شيء يخلي الإنسان سعيد صج.
طبعا الجواب ما كان مال، ما كان فلوس، ما كان نجاح، لا، الأجوبة كلها اتفقت إن لم يكن أغلبها إن العلاقات العميقة المستقرة هي الأكثر شيء يحقق للإنسان السعادة. يعني ما قالوا العلاقات الكثيرة أو المثالية، لا، هي العميقة. يعني ممكن يكون عندك 100 رفيج في قائمة اتصال. الحين لو تفتح الواتساب تلاقي 1000 واحد ممكن يتواصلون معك وانت تقدر تتواصل معهم بأي وقت، لكن بس في شخص واحد يعرف من انت، يعرف حقيقتك، وهذا كافي. انت تبي واحد، الواحد هذا راح يكون هو المميز. انت دائما لما تتخيل كثرة الأصدقاء، كثرة الناس اللي تعرفهم، دائما يطري ببالك شخص واحد دائما تحسه هذا اللي هو النفرة اللي طالع، هذا اللي انت ما تقدر تضحي فيه. اذا دائما ما نقول الامور تقاس بكيفيتها اكثر من الكم من كميتها. يعني يمكن الاصدقاء الحقيقيين مثل الاكسجين، ما تحتاج كميات وايد، لا، تحتاج نسمة، نفس، عشان انت تبقى على قيد الحياة. العجيب انك احيانا تحتاج انك تبتعد عشان تشتاق، تحتاج تصمت عشان تسمع وتسمع، احيانا تحتاج تخسر وتبتعد عشان تقرب وتعرف قيمة الشيء اللي انت فقدته. يمكن سر اجتماعنا اليوم كأصدقاء بعد طول غياب ان كل واحد فينا يمكن تغير ونضج، صار عنده مساحة يسمع اكثر، يتكلم اكثر، يشارك اكثر، ويحط لنفسه ارتباطات لكن من دون قيود او شروط معينة. ختاما انا اقول الصداقة ما تموت بالغياب، تموت لما تصير محسوبة. يعني ما تحاسب فيها، تحاسب لازم انك انت تشوف فلان واذا ما شفته تزعل، لازم تحاسب ان فلان يكلمك لانه ما كلمك من فترة طويلة، تحاسب لما فلان ما دزلك مبروك، ما هناك، ما شكرك، ما ارسلك. لما قلوب تكون صافية راح يعرفون ان الوصال الحقيقي مو في القرب، لا، بل بالفهم. انا اقول احفظوا اصدقائكم، لان حتى لو تفرقت الطرق ترى بعض الصداقات ما تفرق هالمسافات ولا تباعدها، بل تثبتها الايام والتجارب. هذا اهم شيء.